صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني الفيديو اللي فات. النهارده بقى هنعمل دبابيس فراخ مقرمشه مع الرز الريزو بطريقه جميله جدا. لو لسه مشتركتوش في القناه اشتركوا وتابعوني على صفحه الفيديو السيما وتعملوا لايك للفيديو ده. شايفين الطعم؟ والله طعمها خطيره وحلوه جدا. يلا نبدا نشوف هنعمل ايه. معانا دبابيس فراخ احنا غسلنا ومنشفينها وكل حاجه، والتوابل توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، ومعلقه كاري. هنبدا بقى نفتح الدبابيس بالسكينه عشان بحيث ان هي ايه تستوي بسرعه، وكمان التوابل اللي احنا حاطينها دي تتطعم بيها. وكده ده احنا ضمنا السوا بتاعها. انا مش عايزاها تاخد سوا على النار، وكمان باجي اطلعها وكل حاجه الاقيها اتحمرت من بره وكل حاجه، بس من جوه لسه مستوتش، يبقى فيها دم وحاجه كده مش لطيفه. احنا كده ضمنا السوا بتاعها. شايفين؟ تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنبدا بقى معانا ايه، حله على النار فيها ميه، حطينا كل التوابل اللي قلنا عليها، توم باودر، بصل باودر، مرق دجاج فوريه، ومعلقه كاري وفلفل اسمر. هنبدا بقى ننزل بكل الدبابيس ديت عشان ايه تاخد لها سلقه وتستلق. كده احنا ضمنا السوا بتاعها. ها خلاص استوت اهي. نبدا بقى نطلعها من الشوربه، تصفى من الشوربه بتاعتها. شايفين؟ سهله جدا. كده احنا ضمننا السوا، وكمان مش هتاخد وقت على النار ما نيجي نحمرها. يلا بقى لو لسه اشتركتوش في القناة اشتركوا وتابعونا على صفحة الفيديو السيما وتعملوا لايك للفيديو ده. تعالوا بقى نعمل رز الريزو. رز الريزو ده سهل جدا وجميل قوي. انا حطينا زيت وهنحط معلقة سمنة بلدي، لو في زبدة ماشي. معنا بصلاية متوسطة، حطينا توم باودر وبصل باودر، وحطينا معلقة توم. شايفين؟ ومرق دجاج فورية، ومعانا الصوص بتاعها عبارة عن صويا صوص وكاتشب. قلبنا كل الكلام دوت. شايفين ريحة الثوم والبصل وكله يعني خرافة. هنبدأ بقى ننزل بالرز والمقدار المية بتاعتنا. كده خلاص هنقلب بقى كل الكلام الحلو دوت. شايفين الطعم؟ والله جميلة وريحته حلوة قوي. خلاص استوى. شايفين الرز ريزو سهل جدا ومخدش مننا اي وقت، زي اللي بناكله كده في المطاعم واحلى كمان والله. خلاص تعالوا بقى نشوف هنحط ايه. معانا بقى مع كوبايتين دقيق، التوم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، ومعلقه كاري. دي اللي هنبدا نعمل بيها التتبيله الدبابيس. معانا الشوربه اللي احنا سلقنا بيها الفراخ الدبابيس، هنحطها بالتدريج. يعني مش عايزينها تبقى تقيله قوي ولا خفيفه قوي، زي ما نعمل كده حاجه كده زي الكريم. تمام. شايفين؟ سهله جدا. احنا عملنا بالشوربه بتاعتها، ولا حطينا ميه ولا حاجه، بالشوربه اللي احنا سلقنا بيها الدبابيس. قلبناها خلاص. ولا عايزينها تقيله قوي ولا خفيفه قوي، يكون معقول. شايفين؟ نبدا بقى ننزل بيها الدبابيس بتاعتنا. شايفين؟ معانا بقى الصوص بتاعنا، كاتشب، صويا صوص، وات صوص. قلبنا كل الكلام ده. خلاص معانا دلوقتي دقيق، معلقتين كوبايتين دقيق. حطينا التوم باودر وبصل باودر، نفس التوابل اللي احنا حطيناها، معلقه كاري. وهنقلب كل الكلام ده. حطينا شطه عشان تبقى حراقه. لو لسه مشتركتوش في القناه اشتركوا وتابعونا على صفحه الفيديو السيما. تصوروا انا بقالي ساعه بسجل الفيديو ده،
والله كل شوية اسجل وارجع تاني. نبدأ بقى نحطها في الدقيق ونرجع نحطها كده نفضها بحيث تعمل الخربشة بتاعتها دي. سهلة جدا، شايفين؟ جميلة جدا وحلوة قوي. واعملوا لايك للفيديو ده والنبي، يعني عشان انا والله تعبت فيه، كل شوية عمالة اسجل وارجع الاقي الكلام مش مظبوط، ارجع امسح وهكذا. يعني الله يخليكم يعني. خلاص معانا الزيت بتاعنا سيبناه يسخن عشان نحط فيه الدبابيس تتحمر. شايفين الطعام؟ والله خطيرة وجميلة جدا اهو. بس بقى بتحمر، احنا بقى بنقلبها من الناحية التانية. شايفين؟ لايك بقى للفيديو ولو لسه مشتركتوش اشتركوا في القناة وتابعوني على صفحة الفيديوهات سيما، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. شايفين؟ خلاص اتحمرت اهي. نبدأ بقى نطلعها تتصفى من الزيت. اهم حاجة ما تحطهاش على المناديل، تحطيها في مصفى كده تصفى زيتها. شايفين؟ والله خطيرة وحلوة قوي. وكده احنا ضمننا السوا بتاعها. اول حاجة ما خدتش وقت على في التحمير، وطلعناها كمان ومستوية من جوه وما فيهاش دم ولا اي حاجة، وتبقى حلوة جدا. هنبدأ بقى نحمر الدبوس الاخير. شايفين؟ يا رب الفيديو يعجبكم. تعالوا بقى، خلاص غرفنا الريزو، وهنبدأ بقى نحط بقى الدبابيس بتاعتنا المتحمرة الجميلة الطعمة دي المقرمشة. والله مقرمشة وايه، يعني مقرمشة من بره وطرية من جوه وحاجة كده طعمها تحفة. نبدأ بقى نحط بقى الصوص بتاعنا. شايفين؟ اهو الصوص بتاعنا عبارة عن كاتشب، صويا صوص، ايه تاني، هات صوص. شايفين طعمه؟ كده بقى ايه، عملنا بقى السلطة بتاعتنا، بس انا مصورتهاش. شايفين؟ اوريكم بقى الدبوس مستوي ازاي. جميلة جدا وحلوة اوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتعملوا متابعة للصفحة. وباي باي، واستنوني بقى الفيديوهات اللي جاية. باي باي، يا رب يكون الفيديو عجبكم.